بسم الله على بركة الله. هو أنا دلوقتي النهاردة الحد، بصوا أهو تمام 14 سبتمبر، والمفروض إن أنا أسجل دلوقتي زي ما وريتكم الساعة 9 أصلا بالليل. المفروض إن أنا أسجل والقصة دي تنزل بكرة يوم الاثنين. أنا مش عارف هلحق ولا إيه. والله العظيم ما عارف أنا هلحق ولا إيه. فنشرب بقى قليلا من أي حاجة منعشة ويلا بينا. القصة دي هي بلس 18 علشان ما تجيش تقولي انت ما قلتليش. اللي انت شايفها قدامك دي يا صديقي هي فايزة، وفايزة دي بقى هتعلمك اللي هتعمله في حياتك هيترد فيك تاني. وفايزة دي خلت كل اللي حواليها يدفعوا التمن وغالي كمان. قصة النهاردة يا صديقي حرفيا هتحرق دمك وهتخليك تقول بينك وبين نفسك ان العقاب اللي اخدته مش كفاية. وهتلاقي في قصة النهاردة اهالي عايزين الحرق، ناس حرفيا اول مرة هتسمع عنهم، وهتقول بعد الفيديو ده يا ريتني ما سمعت الحلقة دي. وهقولها تاني، القصة دي مش مناسبة لأقل من 18 سنة. سامحني يا صديقي، واهلا بيك في ملفات محقق. في منطقة أوسيم في محافظة الجيزة سنة 2013. ده مكان وتاريخ الجريمة، بس علشان نفهم التفاصيل كاملة محتاجين نرجع كام سنة كده لورا، تحديدا قبل ما خالد وسوزان يتجوزوا وبعدها يتطلقوا. بس للعلم خالد وسوزان دول مش أسماء حقيقية، لكن بقية القصة كل الأسماء حقيقية. ولما تسمع القصة من أولها لآخرها بتفاصيلها هتعرف أنا ليه ما قلتش الأسماء الحقيقية، ولأن بقى مش هينفع خالص نقول في الحقيقة هم مين. القصة دي هتجيب لك لخبطة من كتر التصرفات الغريبة والأشخاص الأغرب. فسيبك بقى من الكلام ده كله وخلينا أبدأ معاك. لما نرجع بالزمن ورا هنروح لسنة 2005 في منطقة أوسيم. خالد كان عايش وسط أهله واللي تقريبا كلهم ساكنين في نفس المنطقة. وخالد كان شاب جميل وشغال سواق، وهو كان متخصص في نقل الطوب والأسمنت والحجارة. عنده عربية نقل صغيرة ودي مصدر رزقه، واللي يعني بالمناسبة كان مصدر دخل كويس جدا. أنا مش بحسده، أنا بس بفهمك يا صديقي. وخالد ده كان محبوب من المقاولين، وعلشان كده كان أي مقاول كان بيجيله شغل جديد كان بيكلم خالد على طول. خالد كان مرتبط جدا بوالده وكان بيسمع كلامه في كل حاجة. وعندهم بيت صغير كده في أوسيم متكون من 4 أدوار. وخالد في نفس السنة اللي هي 2005 يقرر انه يتجوز، واختار ساعتها سوزان بنت منطقته. وسوزان بالرغم ان كان سلوكها مش حلو قوي، بس كانت ذكية زيادة عن اللزوم، وما كانش حد قادر يمسك عليها اي حاجة. اي غلط كانت بتعمله كان لازم يكون بره المنطقة خالص. وسوزان هي اللي كانت بتلفت انتباه خالد طول الوقت. وزي ما قلت لكم قبل كده خالد كان بيسمع كلام والده جدا في كل حاجة، بس في الحاجة دي ما سمعش كلامه. لان لما خالد راح لوالده وقال له انا اخترت سوزان للجواز، والده رفض الجوازة دي بدون اي سبب. ما كانش عنده اي حاجة مقنعة تخليه يقول ان هو مش موافق على سوزان دي ليه اصلا. ولكن خالد اصر على قراره وشايف ان سوزان دي هي انسب واحدة للجواز. خالد كان شايف سوزان دي ملاك نازل من السماء، وفعلا راح قابل اهل سوزان ووافقوا على طول، واتفقوا في القعدة دي على كل حاجة وكل تفاصيل الجواز. واتفقوا ان في بداية 2006 خالد وسوزان هيتجوزوا. مشكلة خالد الاساسية انه ما كانش عنده ثقة في نفسه، وطول الوقت كان شاكك في اللي حواليه. وسوزان ما كانش فارق معاها اي حاجة غير ان الجوازة دي تكمل باي شكل، وكانت اي حاجة مشكلة او اي حاجة مع خالد كانت تقف معاه وتحلها على طول. وفعلا مع بداية 2006 خالد وسوزان يتجوزوا، وبعد سنة من الجواز ربنا يرزقهم ويخلفوا اول مولود ليهم وسموها شروق. وشروق دي من ساعة ما جات كانت اهم حاجة في حياة خالد. وهنا بقى اتعمدت اقول ان شروق دي كانت اهم حاجة في حياة خالد، لان سوزان ما كانش فارق معاها اي حاجة، وكانت بالنسبة لها دي مجرد خلفة وخلاص. ما كانش فارق معاها فكرة ان هي عندها طفل او لا. وفي الوقت ده سوزان كانت بتنزل من البيت كتير جدا، وكان لما خالد يجي يسألها كان بيبقى عندها دايما حجج منطقية. مرة تقول انها كانت عند الدكتور، ومرة في السوق، ومرة زيادة عند ناس صحابها. فكل الحجج بالنسبة لسوزان وخالد كانت منطقية. وخالد بدأ يشك في سلوك سوزان، بس ما عندوش اي دليل هو ماسكه عليها. ولان سوزان كانت في الوقت ده بتطلب منه فلوس كتير جدا، ودايما برضه عندها حجج منطقية. مرة تقول له انها علشان تشتري حاجات للبيت او تشتري حاجات للمولود
المولودة الجديدة. بس دايما خالد كان بيلاحظ ان الفلوس اللي بتتصرف دي مش موجودة او مش ظاهرة قدامه، يعني الحاجة الجديدة اللي اشتريتها دي ملهاش اي اثر اصلا. وتمر سنة كمان وسوزان تبقى حاملة في المولود التاني، وفعلا يخلفوا بنت ويسموها أصالة. يعني كده خالد وسوزان بقى عندهم مولودين، شروق وأصالة. والمشاكل المادية والالتزامات عند خالد بقت كتير جدا، وفي نفس الوقت الشك اللي كان جاي من خالد اتجاه سوزان كان بيزيد يوم ورا يوم. بس سوزان بتقوله دايما ان هي ما بتعملش اي حاجة غلط وما عندهاش اي سبب يخليها تعمل كده اصلا. بس خالد يسكت لحد ما تمر سنة كمان ونوصل لسنة 2009. وفي يوم واحد صاحب خالد كان سهران في مكان مشبوه، وبالصدفة وهو هناك يلاقي سوزان بس بشكل مختلف تماما، لابسة لبس تاني وشكلها متغير تماما وعاملة ميك اب. وطبعا سوزان ما كانتش قاعدة بريئة، فيقرر صاحبه ده انه لما يرجع على اوسيم هيبلغ خالد باللي شافه. ولما حكى لخالد خلاص كل الشكوك اللي عنده تتفسر ويتأكد كل حاجة. وطبعا خالد لما واجه سوزان بالكلام اللي سمعه قعدت تنكر كل حاجة، ولكن في الاخر هو كان مصدق صاحبه لان الشك جواه كان اصلا بيقول له ان سوزان بتعمل حاجة غلط. وفي نفس السنة دي اللي هي 2009 سوزان وخالد يتطلقوا. بس ساعتها سوزان يبقى عندها مشكلة، هل تاخد البنتين اللي هم شروق وأصالة ولا لا؟ ولكن يا صديقي سوزان اصلا ما كانش فارق معاها الولاد. المهم بعد تفكير طويل جدا سوزان تفتكر ان هي وتقرر انها لازم تاخد البنتين معاها، وفعلا عملت كده. وخالد ساعتها كان كل اللي بيفكر فيه هيكمل حياته الجايه ازاي، لازم يكون في واحده في البيت علشان تخدمه وتشوف طلباته. وفي نفس الوقت برضه سوزان كانت بتفكر نفس التفكير، هتكمل ازاي ومعاها بنتين. وكلام بقى الناس اللي في المنطقه اللي هيقولوا عليها انها ست مطلقه وكمان معاها بنتين، والبنتين دول هيبقوا عاملين لها مشكله علشان مش هتعرف تنزل شغلها اللي هو في النايت كلاب واللي كان موجود في منطقه الهرم. المهم يمر شهرين ويبقى ناقص شهر واحد على العده. بس سوزان في الوقت ده يتقدم لها عريس علشان يتجوزها، وطبعا سوزان توافق على الجوازه دي على طول. كل اللي كان ناقص شهر واحد بس في العده. بس العريس ده بقى يبقى ليه شرط واحد بس، ان هو عايز سوزان لوحدها بس من غير ولادها. وسوزان اصلا مش فارق معاها الولاد فتوافق على طول. وساعتها اهل سوزان يكلموا خالد ويطلبوا منه ان هو يجي علشان ياخد البنتين، وخالد فعلا يعمل كده. وهو راجع بقى على البيت بتاعه ويقابل والده واللي يفكره بان هو ما كانش موافق على سوزان دي من الاول، وقال له من الاول بلاش سوزان. بس خالد كان كل اللي بيفكر فيه وقتها ان هو يتجوز واحده علشان ترعاه وتراعي ولاده، والواحده دي بالنسبه له لازم تكون غلبانه وطيبه وتكون عايزه تفتح بيت وتعيش، وفي نفس الوقت تكون موافقه على الجواز بالشروط بتاعت خالد، انها اهم حاجه تراعي البنتين الصغيرين. ويمر شهر وتكون كده خلاص العده خلصت، وسوزان تتجوز وتمشي مع جوزها ويعيشوا في مكان بعيد. ومن ساعتها سوزان ولا تعرف حاجه عن خالد ولا عن بناتها الاتنين. وبدأ خالد يدور على بنت الحلال، بس يلفت انتباهه عمه اللي ساكن في البيت اللي قدامه، وان هو بيعطف على بنت غلبانه اسمها فايزه. وطالما قلنا اسم فايزه يبقى الدنيا كلها هتتغير. فايزه يا صديقي وصلت اوسيم سنه 2008، وكانت هربانه من اهلها في الصعيد بسبب مشاكل كتير جدا، والست غلبانه وطيبه وكانت عايزه تشتغل. وده الكلام طبعا اللي فهمته لكل الناس، ومنهم عم خالد. وعم خالد ده كان عنده محل فتحه في نفس المكان، فشغل فايزه في المحل، وفي نفس الوقت اداها اوضه في البيت بتاعه علشان تعيش فيها. ولان خالد كان بيراقبها كويس فعرف انها غلبانه وطيبه وبتحب الاطفال، لان فايزه كانت على طول في الشارع وبتلعب مع الاطفال. وخالد قعد مع والده للمره التانيه وقال له ان هو هيتجوز فايزه، بس والده بنفس الطريقه يرفض اختيار ابنه، ويقول له ان فايزه دي ما نعرفش عنها حاجه، ولا هي ليه اصلا جات، ولا هربت من اهلها ليه، ولا حتى المشاكل اللي وراها، ليه تتجوز واحده بالشكل ده. بس نفس الفكره خالد متمسك بالموضوع، عايز افهم هو ليه اصلا مش راضي يقتنع بكلام ابوه. واول ما يقابل فايزه ويفتحها في موضوع الجواز توافق على طول، وطبعا لان ده بالنسبه لفايزه حلم كبير، بس تطلب منه طلب واحد بس، انه يتجوزها في البدايه عرفي لحد ما يقابل اهلها في الصعيد، وساعتها يحولوا الجواز ده من عرف الرسمي. والحقيقه بقى ان خالد وافق من غير ما يعرف اي سبب. وفي نفس السنة دي اللي هي 2009 خالد وفايزة يتجوزوا، وساعتها توعده انها هتاخد بالها من بناته وهتشيلهم في عينيها. وطبعا خالد يصدقها، بس تطلب منه طلب تاني، انه يسيب بناته الاتنين عند اهله لمدة قليلة لحد ما بس تتعود عليه وتشوف طلباته. وبرضه خالد يصدقها، وخالد يوافق على طلبها. وبعد كام شهر من الجواز فايزة تطلب البنتين خلاص يجي يعيشوا معاها. ده حصل لما فايزة فهمت كل حاجة وعرفت كل تفاصيل خالد وسوزان مراته الاولى، وحط
وحطت شكل الحياة اللي هيمشي بعد كده. اولا البنتين هيبقوا تحت امرها، وثانيا امهم اللي هي سوزان ملهاش دعوة بيهم خالص، والحقيقة يعني ان سوزان اصلا ما كانتش موجودة. وثالثا بقى واهم حاجة ان البنتين هيقولوا لفايزة يا ماما، وهيقولوا لسوزان يا خالتي. المشكلة ان الكل وافق على طلبات فايزة، ومن وقتها البنتين شروق واصالة بيقولوا لفايزة يا ماما، وبيقولوا لامهم يا خالتي. والحقيقة بقى ان ده حصل فعلا. ولو سألتني ازاي هقولك السر مع فايزة. ايه اللي عند فايزة يخليها تعمل كل ده الله اعلم. المهم نوصل لسنة 2010 وفايزة وخالد عايشين كويس جدا، وفايزة عرفت خالد عايز ايه بالظبط وبقت تعمل له كل حاجة هو عايزها. وعلشان كده فايزة الغلبانة بقت ناصحة جدا، وفي نفس الوقت خالد مبسوط على الاخر. ووقتها بناته الاتنين شروق واصالة كانوا بيتعرضوا لكل انواع الضرب والتعذيب من فايزة، وده بحجة انها بتعلمهم الادب وبتربيهم من اول وجديد. والغريب بقى ان خالد كان موافق على كل تصرفاتها، لان طالما ان فايزة شايفة ان ده صح يبقى هو صح. وسوزان مراته الاولى بقت زي الغريبة بالظبط، والحقيقة ما كانش فارق مع سوزان اصلا لان هي بقت حامل من جوزها التاني، وما بقتش فاضية لبناتها الاتنين اصلا. واحيانا كانت بتحصل مشاكل كتير جدا بين فايزة وسوزان لو اتقابلوا بالصدفة في المنطقة. كانوا بيتخانقوا في الوقت اللي كانت بتكون سوزان موجودة علشان زيارة لاهلها، لان هي حتى ممنوعة انها تشوف عيالها. وفي مرة تحصل مشكلة بسيطة بين جوز سوزان الجديد وبين خالد، بس المشكلة دي تتلم بسرعة وتتقفل على طول. وتمر سنتين، وخلال السنتين دول حصل فيهم حاجات صعبة جدا للبنتين اللي ملهمش اي ذنب في كل التطورات اللي بتحصل دي. وبعيدا بقى عن الضرب والتعذيب اللي خالد كان موافق عليه، بيحصل لهم حاجة اصعب من كده بكتير. زي ما قلنا ان خالد كان عايش في بيت عيلة، وكان عايش في الدور الثالث، وزي ما قلنا قبل كده ان البيت كان 4 ادوار، والدور الثالث كان ساكن في خالد وسوزان، والدور الثاني كانت شقة فاضية. تقوم تقرر فايزة انها تنزل شروق واصالة للشقة اللي تحت، واللي كان عندهم وقتها 5 سنين و4 سنين، علشان يعيشوا في الشقة دي لوحدهم، ولما يعوزوا اي حاجة يطلعوا فوق ويطلبوها من ابوهم. غير كده بقى هم عايشين تحت. والسبب اللي خلى فايزة تطلب كده من خالد، قالت له انها مش عارفة تعمل معاه كده علاقة بمزاج، لان البنتين كبار وممكن ياخدوا بالهم من اي حاجة. وللاسف خالد الناطع يسمع كلامها ويخلي بناته الاتنين يعيشوا في الشقة اللي تحت. وخلال السنتين دول برضه يتحول جوازهم من عرفي لرسمي بعد ما خالد قابل اهلها. خالد بقى كان بيغير على فايزة جدا، اي حد كان يبص لها بصة كده ولا كده كان بيعمل معاه مشكلة على طول. وكانت اكبر خناقة حصلت في المنطقة مع شخص هناك اسمه محمد، شغال عامل او صنايعي في نفس المهنة بتاعت خالد. وفايزة ساعتها تقول لخالد ان محمد عاكسها في الشارع، فخالد ينزل ويتخانق معاه ويحط شرط علشان الموضوع يخلص. والشرط ده كان ان محمد يعزل من المنطقة دي خالص، وفعلا محمد يعمل كده. وبعد كام شهر فايزة تنقل لخالد احلى خبر ممكن يسمعه، ان فايزة اخيرا حامل من خالد. وطبعا الخبر ده يطير بيه خالد على الاخر. وفي نص سنة 2012 فايزة تخلف بنت، وساعتها طبعا البنت قاعدة معاهم فوق لان هي لسه رضيعة. وتفضل الطفلتين شروق واصالة قاعدين في الشقة اللي تحت زي ما هما. وتمر 8 شهور على ولادة فايزة، وساعتها نكون دخلنا في نص سنة 2013، وتحديدا بقى قبل العيد بيوم. فايزة تصحى الساعة 5 الفجر زي كل يوم علشان تصحي خالد وتفطره قبل يعني ما يروح شغله. بس خالد يقول لها علشان العيد فهم كلهم اخدوا اجازة، فهيكمل نوم براحته وهيصحى في اي وقت. وساعتها فايزة تنام جنبه على السرير، وتعدي ساعة ونوصل للساعة 6 الصبح. فايزة تصحي خالد وتقول له الحق، علشان هي سامعة صوت حد في الشقة اللي تحت، وتقول له انها حاسة ان في تحت حرامي. خالد يقوم بسرعة من على السرير ويفتح الباب ويخرج، ويلاقي باب الشقة اللي تحت مفتوح. فيكمل جري لتحت فيلاقي باب البيت كمان مفتوح. فيخرج بره في الشارع ويقعد يدور على اي حد، بس يلاقي الدنيا كلها هادية ومفيش اي حد في الشارع. فيطلع تاني علشان يطمن على بناته الاتنين، ويلاقي باب الشقة مفتوح زي ما قلنا، ويدخل بس ينصدم من اللي شافه. ركز بقى يا صديقي في اللي جاي علشان رعب فعلا. اول ما يدخل من باب الشقة ويروح للأوضة اللي قاعدين فيها بناته الاتنين اللي هم شروق وأصالة، اول ما يدخل عليهم يلاقي الاتنين مدبوحين وغرقانين في دمهم، واحدة منهم على السرير والتانية تحت السرير، وطريقة الذبح مرعبة جدا. وفي نفس الوقت فايزة تنزل بسرعة وتشوف المنظر وتصرخ وتصوت، وطبعا خالد يصرخ بصوت عالي جدا والناس تتلم. وساعتها يكلموا رجال الامن، ويوصل رجال الامن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي على مسرح الجريمة. واول ملاحظة ياخدوا بالهم منها ان ولا باب الشقة ولا باب البيت فيهم اثار عنف او تكسير. واضح جدا من اللي دخل البيت ده يا اما معاه مفتاح البيت والشقة او حد فتح له. واكيد الطفلتين عمرهم ما يفتحوا لحد باب
باب الشقة الساعة 5 الفجر، وتحديدا اكتر ان فايزة قالت انها سمعت الصوت ده الساعة 6 الصبح. ورجال الامن بقى وهي بتفحص مسرح الجريمة يلاقوا سكينة في المطبخ عليها اثار دم، يلاقوا كمان في المطبخ ان في حاجات كتير جدا واقعة. والملاحظة التانية بقى ان شروق البنت الكبيرة اتقتلت مكانها وهي نايمة على السرير، انما اصالة اتقتلت في مكان واتنقلت تحت السرير. والملاحظة الاهم بقى يا صديقي ان الوفاة دي حصلت من 3 ساعات واستحالة تكون حصلت الساعة 6 الصبح. وكمان يلاحظ رجال الامن ان انبوبة البوتاجاز متشال منها الخرطوم ومفتوحة، فواضح جدا من اللي ارتكب الجريمة دي كان عايز يولع في الشقة كمان. والسؤال بقى هنا يا صديقي، مين اللي يعمل كده في الطفلتين دول وايه السبب؟ وبعد ما يخلص خبراء المعمل الجنائي فحص مسرح الجريمة ورفع كل البصمات، يتم نقل الجثتين للطب الشرعي، وبعدها يبدأ عملية البحث الجنائي. ويبدأ رجال الامن في سؤال خالد، هل عنده اي خلافات مع اي حد؟ وهل بيتهم اي حد في ان هو اللي قتل بناته الاتنين بالطريقة دي ولا لا؟ وطبعا خالد ما كانش مركز في اي حاجة، بس يقول لرجال الامن كل الشخصيات اللي حصل ما بينه وما بينهم مشكلة في الفترات اللي فاتت، واهمهم سوزان طليقته اللي ما تعرفش عن بناتها اي حاجة، وجوزها اللي حصلت ما بينهم مشكلة كبيرة. واول ما تعرف سوزان اللي حصل لبناتها الاتنين تنهار، ويتم التحقيق معاها ومع جوزها، بس يتأكد رجال الامن ان الاتنين دول ملهمش اي علاقة بالجريمة، ويتم برضو التحقيق مع فايزة. وقالت لرجال الامن انها متعودة كل يوم تصحى الساعة 5 الفجر علشان تحضر الفطار لجوزها قبل ما يروح الشغل والبنات قبل ما يروحوا المدرسة. بس في اليوم ده لما صحيت بدري علشان تصحي جوزها ويروح الشغل، اكتشفت ان جوزها اجازة اليوم ده علشان خاطر العيد، فرجعت تنام جنبه. والساعة 6 الصبح سمعت الصوت وعلشان كده صحت خالد. وخالد في التحقيق يقول نفس كلام فايزة، بس يلفت انتباهه حاجة ما يرضاش يقولها لرجال الامن، وهي ان خالد كان حاسس ان فايزة لما شافت بنتين الاتنين مقتولين بالبشاعة دي كان واضح عليها جدا انها بتمثل الانهيار. ما كانش مصدق فعلا انها كانت منهارة، بس ساعتها قال لنفسه ان ده احساس تقريبا طبيعي لان دول مش بناتها. ولما يطلع تقرير المعمل الجنائي يكتشف رجال الامن ان البصمات اللي موجودة على السكينة متطابقة تماما مع البصمات اللي موجودة على باب الشقة. وفي نفس الوقت يجمعوا كل الادلة ويبدأوا في عملية البحث الجنائي، وفي نفس الوقت برضو عايزين يتأكدوا ايه حجم المشاكل والعلاقات اللي بين خالد وبين الناس التانية، لحد ما توصل معلومة مهمة جدا، وهي ان خالد من 8 شهور اتخانق مع واحد اسمه محمد بسبب انه عاكس مراته فايزة، بس الشخص ده اختفى من المنطقة دي خالص وعزل في مكان بعيد. واتعمل بحث جنائي كامل عن محمد اللي شغال سواق في نفس مجال المقاولات. ومحمد ده كان متجوز وعنده 4 أبناء، ومراته وأبنائه كانوا عايشين في الصعيد، وتحديدا بقى في قنا، ودي بلده الأصلية. إنما هو مقيم في أوسيم لوحده، بس من وقت المشكلة اللي حصلت بينه وبين خالد وهو عزل من المنطقة دي خالص، وجاب مراته وأولاده ويعيشوا معاه، فيتم استدعاء محمد للتحقيق. وفي نفس الوقت يثبت لرجال الأمن إن هو كان موجود الصبح في الشغل في وقت وقوع الجريمة، وفي الوقت ده كان قاعد على القهوة وبيفطر وبيصبح على كل الناس. ولما رجال الأمن عملت تحريات على أقوال محمد علشان تعرف هو صادق ولا لأ، الأهالي أكدت إن هم شافوا محمد فعلا قاعد على القهوة، بس الطريقة اللي كان قاعد بيها والفطار اللي كان بيفطره كان مبالغ فيه. عمر ما محمد ما عمل كده. بس المعلومة اللي غيرت كل حاجة وهي ان رجال الامن تكتشف ان بصمة محمد متطابقة تماما مع البصمة اللي موجودة على السكينة واللي موجودة على باب الشقة، وعلشان كده يتم القبض عليه، وده دليل قوي جدا ان هو اللي عمل كده. بس السؤال هنا، عمل كده ازاي؟ وليه محمد اعترف لرجال الامن ان هو فعلا اللي عمل كده؟ في اعترافاته بقى قال العجب، اسمع. قال ان هو فعلا عمل كده، بس مش بهدف الانتقام من خالد، ده كان بهدف انه يحافظ على نفسه من الفضيحة، واعترف على فايزة. الصدمة اللي تيجي لرجال الامن، ايه اللي جاب فايزة في الموضوع؟ وبعد ما يتم القبض على فايزة نبدأ نفهم اللي حصل بالظبط. من حوالي سنة محمد لما شاف فايزة مرات خالد صاحبه اعجب بها جدا، وفايزة كمان جالها نفس الشعور واتكلمت معاه شوية، وبعدين عملوا مع بعض علاقة، والعلاقة دي كانت بتحصل في نفس الشقة اللي قاعدة فيها البنتين. ولان البنات بيكونوا الصبح في المدرسة فما كانش بيبقى في حد في الشقة، ففايزة تفتح الباب وتستناه في الشقة، وطبعا هي عارفة كل المواعيد ومظبطة كل حاجة. المهم تحصل خناقة كبيرة جدا بين فايزة ومحمد، ويفكر انه يهددها وما يعرفش انها شيطانة حقيقي. وقتها سبقته وقالت لخالد ان محمد بيعاكسها، وفعلا تحصل الخناقة، ومن ساعتها خالد يشترط عليه انه يسيب المنطقة تماما. وبعد كام شهر من الخناقة دي العلاقة اللي بين فايزة ومحمد ترجع تاني، وتكون فايزة ساعتها خلفت خلاص، وكانت كل ما تنزل
بتنزل كانت بتحجج انها نازله للدكتور، وكانت بتقابل محمد وبتعمل معاه علاقه، وطبعا كانت مرتبه الوقت كويس جدا امتى يطلع الشقه وامتى تقابله بره، لحد ما نوصل ليوم الجريمه. ومحمد وفايزه يتفقوا ان هما هيتقابلوا في الشقه زي كل مره، وفعلا يجي لها الساعه 3 الفجر وباب الشقه كان مفتوح وباب البيت كان مفتوح، والبنتين المفروض ان هما نايمين طبعا، وخالد كان نايم في شقته عادي. وفي نفس الوقت محمد يطلع على الشقه واللي كانوا نايمين فيها البنتين في الصاله وقتها، ويدخل على فايزه المطبخ ويبداوا يعملوا مع بعض علاقه في المطبخ. وبعد شويه يتصدموا من اللي شافوه، يلاقوا شروق واصاله واقفين قدامهم ومصدومين من المنظر. وساعتها محمد ما يحسش بنفسه غير وهو بياخد السكينه ويقرر يقتل شروق الاول، وفعلا يعمل كده وفايزه واقفه بتتفرج عادي. وبعد كده يقتل اصاله ويحطها تحت السرير، وفي نفس الوقت بيشيل انبوبه الغاز على اساس انه كان هيولع في الشقه. بس لما بتوصل الساعه 4:30 فايزه بتخاف ان خالد يصحى ويشوف اللي بيحصل، فتطلب منه ان هو ينزل وهي هتتصرف. فتطلع على طول على شقتها وتنام جنب جوزها وتصحيه الساعة 5 علشان يروح الشغل بتاعه، على اساس يعني ان هو نازل على شغله يلاقي الباب مفتوح فيدخل ويتصدم من المنظر. فيتفاجئ في اليوم ده ان خالد بيقول لها ان هو مش هينزل للشغل. فتقرر فايزة في الوقت ده بكل برود انها تكمل نوم جنب خالد. وعلى الساعة 6 الصبح تقرر فايزة انها تقول ان هي سمعت صوت حد تحت وتقول له انزل شوف، علشان ينزل ويكتشف اللي حصل. اعترافات فايزة كانت صدمة بكل المقاييس. ايه اللي يخليها تعمل كده؟ واحدة هربانة من اهلها وحالتها وحش، وتلاقي قدامها جوازة حلوة بالنسبة لها، ومحمد عاشقها، الراجل متجوز وعنده 4 ابناء وشغال كويس وبيكسب كويس، ليه برضه يعمل علاقة مع فايزة ويوصل لكده؟ وخالد وسوزان اللي كان ولادهم بالنسبة لهم اخر حاجة يفكروا فيها. واحدة وافت انها ترمي عيالها ويتقال لها خالتي من عيالها بدل ما يقولوا لها يا امي. واحد المفروض ان هو شحط كبير وعنده عقل يوافق ان عياله يقعدوا تحت في الشقة دي لوحدهم وفي سنهم ده، ومرات ابوهم كمان بتعذبهم وبتضربهم. وتحس فعلا ان فايزة كانت بتطلع غلها في العيال دي. وفي الاخر اتحكم على فايزة ومحمد بالاعدام. يلا في داهية. وقلناها قبل كده كتير وهقولها تاني، لو مش قد الجواز والمسؤولية ما تتجوزش، ولو برضه مش قد الخلفة والتربية بلاش منه خالص. ربنا يرحم شروق واصالة اللي ملهمش اي ذنب في القصة الزبالة دي، يعني الواحد يتحرق دمه اقسم بالله. ما تنساش تصلي على رسول الله عليه الصلاة وافضل سلام، وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لايك وشير واشترك لو لسه ما اشتركتش، واحب اقول لكم الله يبارك لكم. مستني رايكم تحت. سلام.